شخص بعرف شو يعني بيرسونال براند، وما كان عندي الكوبي رايتنج المنيحة. وصلت على محل صرت عم شوف انه المحتوى العربي، طيب المحتوى العربي كتير قليل على اللينكد ان، طب ليه ما حدا بيعمل محتوى عربي؟ تعرفت على استاذ خالد الاحمد، وهون كان نقطة التحول، هي انه حصلت على اول كلاينت لإلي. كيف حصلت على اول كلاينت لإلي؟ مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة اليوتيوب. صار لي تقريبا فترة عم فكر انه بدي بلش سيريز احكي عن كل شيء انا عملته وكل شيء هلا عم بعمله، لكون عن جد بروسس من فشل واشياء نجحت فيها لاي حدا بده يبلش على لينكد ان. اليوم حاحكي عن كيف بلشت على لينكد ان، ليه انقلت لانه اعمل محتوى بالعربي ورجعت على المحتوى الانجليش، كيف حصلت على اول كلاينت لإلي وليه وقفت معه من بعد ما كنا عم نحقق ريزلتس كتير كبيرة. فخلينا نبلش. بس انه بلشت اكتب على لينكدين، هلا كنت بعدني كونفيوزد بين انه بكتب محتوى بالعربي ولا بالانجلش، فبلشت محتوى بالانجلش. اكتر الاشياء اللي ساعدوني اول ما بلشت على اللينكدين هن ليد ماجنت. ليد ماجنت هو ريسورس بيعمله الكونتنت كرييتر، او بيس اوف كونتنت بيعملها الكونتنت كرييتر، يا بيعملها ببلاش او بيعملها باماونت كتير صغير من المصاري، 20-30 دولار. بيكون عم ينشر فيها شي بارت من البروسيس تاعه او يمكن البروسيس تاعه، وبيعطيها ببلاش للاشخاص، فانت بتاخدها وبتبلش تطبقها على الكونتنت. هذا الشيء اللي انا كنت عم بعمله. او كاروسيل، لانه كمان بينشروا فريم وركس وبروسيسز بالكاروسيل تاعهم، فانا كنت اخدهم وطبقهم على الكونتنت تاعي، تابع البوستات تاعولاتهم، اخد الاكشنبل ستيبس اللي هن عم يعطونا اياها وطبقهم. فهيك انا بلشت اتطور اكتر واكتر لبين ما انا وصلت على محل صرت عم شوف انه المحتوى العربي، طيب المحتوى العربي كتير قليل على اللينكد ان، طب ليه ما حدا بيعمل محتوى عربي؟ ليه انا ما بفكر اني اعمل محتوى عربي؟ بس كان في هون يعني مثل شيء خلاني افكر بالمحتوى العربي، هو انه انا كنت عامل كاروسيل على لينكد ان. فقت الصبح لقيت استاذ خالد الاحمد منزل لي الكاروسيل، عامل ريبوست عنده على لينكدين. وهو لينكدين عنده تقريبا في كان 100,000 فولورز بتذكر، وانا كان عندي 1000 فولورز، فكنت مبسوط فيها كتير كتير، ما خليت حدا الا ما بعثت له اياها. فهون من بعد ما هيدي المرحلة قطعت، حكيت وقلت له انه انا بدي اعمل محتوى بالعربي وحابب كتير انه بلش محتوى بالعربي. فبلشت اعمل محتوى بالعربي، اكتب محتوى بالعربي، ونزلت هذا البوست انه انا قررت اني اعمل محتوى بالعربي لانه المحتوى العربي مش موجود كتير وما بعرف شو. ف وفجأة يعني انا كل الاودينس تاعولي كان بالانجلش، فمثل تخربط السيتنجز عند كل الاودينس تاعولي، انه طيب هلا شو بدنا نفهم نحن انه انت عم تحكي بالعربي. فبلشت اعمل المحتوى العربي وصرت لاقي صعوبات اكتر بالعربي، لانه ما كنت متعود اكتب بالعربي، وما في كتير صناع محتوى متابعهم بالعربي. فبس الفكرة انه بفترة انا بس كنت عم بتعلم المحتوى العربي او عم بعمل محتوى عربي، تعرفت على استاذ خالد الاحمد، وكنت بارت من الليست اللي عملتها شركة فافيكون. الفافيكون هو بلاتفورم بيعمل رانكينج للكونتنت كرييترز، كان بيعمل رانكينج على لينكد ان، هلا صار بيعمل على تويتر ويوتيوب وانستغرام. فانا شاركت بهذا الكامبين، وتعرفت على السي او لفافيكون، وشفته اول ما جيت على باريس. باريس في منهم بيقبلوش يقولوا باريس، مش عارف ليه، بس الفكرة. هلا هون نحن بلشت رجعت نقلت لمحتوى انجلش. ليه نقلت لمحتوى انجلش؟ لانه خلص ب 27/12/2022 بتعرفوا انتوا كيف بتكونوا متحمسين ويلا بدنا نبلش نحقق اهدافنا ونحط خطط لحتى
نبلش بالسنة الجديدة وعن جد تكون productive. فأنا كنت قاعد أنا ورفيقي حاطين هذا الدفتر والقلم وعم بلش نكتب. فأنا حطيت أول شي عندي على الدفتر إنه I want to build my personal brand. أنا لا كنت شخص بعرف شو يعني personal brand، ولا مرة أصلا كنت يعني متابع حدا بالبيرسونال براندينج، او ما كان عندي الكوبي رايتنج المنيحة اصلا، ولا مرة كنت فكر بكوبي رايتنج لانه كنت كتير خاف من هذا الشيء. او حدا قال لي انه انت عن جد اذا بدك تطلع مصاري من اللينكد ان وتقدر انه تبني اودينس منيح بالعالم العربي، لان ما كان في بعد اويرنس، وهلا بعد ما في اويرنس عن البيرسونال براندينج كتير. فانا نقلت لاني بلش رجعت محتوى بالانجلش، وهون كان نقطة التحول هي انه حصلت على اول كلاينت لإلي. كيف حصلت على اول كلاينت لإلي؟ كان في عندي شخص انا بعرفه من زمان، هو بيشتغل بالسيلز، وكان بيشتغل مع كوتش او سي او بالعالم العربي. هون انا كنت عم اقول له انه انا بدي اعمل شيء طلع منه مصاري وهيك، وحابب اني اعمل كونتنت لهذا الشخص. فقال لي طيب احكي لهالشخص انت انه شو حتخسر، طيب شو اللي خايف من انه تحكيه ويطلع مش مثل ما بدك. فهون جربت حظي انا وبعثت له مسج. هو ذاته هذا الشخص انا كنت احكيه من قبل، و... وكنت مرة عم بحكيه عم بسأله عن شغلة انه يعمل لي اياها او يعطيني اياها، هو كورس او شيء ناسي شو هو من زمان كتير. فقال لي انا كنت عم بحكي بطريقة انه وضعي الاجتماعي مش منيح ومش كتير معي مصاري وما بعرف شو، واهلي وضعهم مش منيح، بس نصحني وقتها نصيحة وبعدني لهلأ انا بمشي فيها، انه بس لا تكون عم تحكي مع حدا وبدك منه شيء او بدك تقدم له شيء، ما تكون don't lower your status، عطول ركز او highlight the value that you want to offer. فانا هون بس عم بحكي استعملت الطريقة اللي هو عطاني اياها عليه. فقلت له انه انا كونتنت كريتور على لينكدين، وبقدر اني ابني لك البيرسونال براند تاعك على لينكدين، ونقدر انه نجيب من خلاله ليدز. طلعنا بكول تقريبا 30-40 دقيقة، عملت سيستم عن جد بعدني بتذكر انه انا عملت سيستم بخلال 4 ساعات 3 ساعات. كان عندي سيستم لكونتنت كرياتورز تقريبا شي 6-7 من لينكدين، وانا كان عندي سيستم. اذكى شيء ممكن انك انت تعمله هو انك تجمع سيستمز، يعني لانه في عندك كونتنت كرياتور حيكون عنده سيستم في شيء زيادة، الكونتنت كرياتور الثاني حيكون في عنده سيستم في كمان شيء زيادة، فأنت بتجمع كل الزيادات وبتحطهم بسيستم واحد. فهذا الشيء اللي أنا عملته، وآي بريزنتد لهذا الشخص اللي أنا كنت حأشتغل له، وكتير عجبه السيستم وقال لي خلينا نبلش. بلشنا. هلا أنا ما كان عندي اكسبيرينس، بس الشيء اللي هو أنا هو السيستم البروسيس اللي أنا فرجيته إياه. عطول الشخص اللي أنت بدك تقدم له شيء أو you want to pitch for him an idea، بدك عطول تفرجيه شو الاند ريزلت اللي انت حتجيبه وشو الطريق اللي حتمشي فيها لحتى تجيبه. بدك تفرجيه يعني الكاستمرز جورني. فهون بلشنا نحن نشتغل، وصار عندي انكم ثابت انا عم بقدر طلعه. من تاني شهر بلشت اعمل انفست مع كوتش، مثل ما هن المصاري اللي كنت اقبضهم اعطيهم للكوتش لحتى اتعلم. ما انا كيف بدي اجيب له ريزلتس اذا ما قدرت اتعلم؟ حيتركني هالكلاينت. صرت اتعلم كيف اكتب، كيف اكتب بطريقه ستوري تيلينج، كيف اكتب الهوك، كيف اكتب الكول تو اكشن، كيف اعمل كومنت بطريقه انه جيب ليدز، كيف اعمل كومنت بطريقه انه زيد الفولورز، كيف اعمل كومنت بطريقه انه اعطي فاليو اكتر. فبلش هالاشياء تتحسن يوم عن يوم. وهذا الكوتش صار بالنسبه لإلي عطول، يعني صار معي كوتش عطول. من بعد تقريبا 5 اشهر انا قدرت اني احقق ريزلتس كتير منيحة لهيدا الكوتش. هي انه قدرنا نحقق تقريبا $12,000
سيلز من ورا الكونتنت اللي كنا عم نعمله. وانا ما كان عندي سيلز باك جراوند ولا عندي افهم بالسيلز ولا شيء. تاني شيء عيو يعني بانفيتيشن بودكاست كتير مهم على لينكد ان، تقريبا عنده 300 ألف فولورز هيك بتذكر. وثالث شيء في بوست يعني صار موجود على الميدل ايست لينكد ان نيوز. يعني هو صار في اويرنس للبراند تاعه من براند عنده مليون فولورز على لينكد ان، وهي شركة لينكد ان. يعني حتى لارا اكوستا، يعني لهي الدرجة لارا اكوستا هي من اكبر الكونتنت كريترز على لينكد ان، هي بحد ذاتها عندها فيتشرد بوست. من بعدها وقفنا شغل معه للكلاينت. ليه وقفنا شغل معه وليه انا هلا حارجع بلش شغل معه من اول وجديد، وكيف هلا عم طور حالي اكتر لجبت كلاينت تاني باول شهر لإلي بالسنة، وكيف هلا كمان حيكون في كلاينت تالت عم بحكي معه هلا يعني. وشو الاشياء اللي عم زيدها انه لطور حالي واقدر اجيب كلاينت اكتر وكبر الفولوينج تاعولي، ولانه الفولوينج شيء كتير اساسي، وكيف اقدر علي الانجيجمنت اكتر. هول توبكس حنحكي فيهم بالفيديوز الجداد اللي جايين، وحنقدر نحكي اكتر عن الكونتنت كريشن، البيرسونال براندينج، ستوري تيلينج، وكيف بنقدر نعمل كونتنت فعال وبيقدر يجذب عملاء لنا ونبني البيرسونال براند تاعنا. اذا بتحبوا اكتر تشوفوا هيك فيديوز عن البيرسونال براندينج وعن السيلز بشكل يعني مبسط وعن البيرسونال براندينج، تابعوني بالفيديوز اللي جايين، لانه حاحكي كتير وبتفاصيل اكتر عن كل شيء انا عم بمرق فيه وعم بعمله. سلام.